السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وربنا يعيده دايما علينا بكل خير وفرح وسعادة. النهاردة حابب أدردش معاكم كده في حاجة بالنسبة لي أنا مزعلاني قوي على الحالة اللي احنا وصلنا له، وخاصة للناس اللي هي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا. ووصل الموضوع كمان لكتير من البرامج وكتير من المؤسسات الخيرية اللي هي بتعمل خير على الناس اللي هي محتاجين، والناس الفقراء، والناس أهلنا وحبايبنا سواء في الأرياف أو في الصعيد أو في أي مدينة. ينزل كده صاحب البرنامج على الناس ويبدأ يتكلم معاهم عن ظروفهم ويصورهم من اليمين والشمال، ويجيب بيتهم وسقف بيتهم، ويجيب كل الأوضاع الحلوة والوحشة في حياتهم. ومش بس كده، للأسف الشديد لا، هو دايما تلاقي المذيع هدفه الأول والأخير مش اللقطة بس، لا، الشحتفة. يعني فكرة ان هو يخلي الراجل ده يطلع البلاوي كلها اللي عنده والمآسي، يخليه دايما يتكلم عن حالته الإنسانية وكأنه شحات، كأن خلاص الدنيا فرمته، ويجي بعد كده العطاء اللي هو يطلع له مثلا جواب فيه مثلا 1000 جنيه ولا 2000 ولا 3 ولا أيا كان المبلغ. وبعدين يقول له طيب، انت كده حاسس بإيه، وانت كده تشعر بإيه، طيب انت فرحان، طب انت مبسوط. حاجة كده من الشعتفة والحزن والنكد والألم بطريقة لا ترضى أي حد. يعني دايما الزكاة أو الصدقات بدون من أو أذى بتكون هي دي الخالصة لوجه الله الكريم. طبعا بعض الناس هتقول لي إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها فهو خير لكم. طيب ما هو خير لكم أهو، يعني القرآن هو بيقول لك هو خير لكم. القرآن حط العلاج للموضوع ده بإن ده هو ده الخير. فليه انت دايما عايز الموقف اساسا ان انت بتدور على المحتاج او بتدور على الظروف وصعبة، فانت منقيه بعناية. الكلام بقى ان انت عايز تخليه يحكي اللي عنده، يحكي مشاكله، يقول لك هو ايه اللي حصل في ظروفه، وبعدين تنزل الموسيقى الحزينة طبعا زي ما انتوا عارفين، ودموع. وكمان هو لما بيشير الموضوع ده او البرنامج لما بيشير الموضوع على ده، بيحط لك عنوان كمان بيزيد لك حتة الشحتفة والحزن والصعبانيات بقى وكده، ولن تتمالك دموعك ولن تتساقط مش عارف ايه والفيديو الذي أبكى الملايين، وحاجة نكد جدا. طيب الناس اللي بتعمل كده، هل هي مش شايفة الموضوع ده هيوصل لفين بعد كده مع الأشخاص دي؟ هل هي مش حاسة بالمأساة بتاعتهم؟ طب الناس دي هتشوف بعد كده الفيديو ده هتشوفه ازاي؟ طيب الأطفال أولادهم هيشوفوا الفيديو ده ازاي؟ يعني انت كده بتسجل لحظة للتاريخ ان الشخص ده بظروفه دي كانت في لحظة من اللحظات هي عايشة معاه. طب أولاده لما هيكبروا وهيشوفوا أبوهم مثلا وهو بيبكي قدام الناس كلها، أو أمهم اللي هي بتبكي قدام الناس كلها، أو الظرف اللي هم فيه عموما، سواء السكن لو أنت بتصورهم في البيت، أو سواء ظروفهم في الشارع لو هو أنت بتصوره وهو مثلا عامل نظافة، أو جاي من الشغل تعبان، أو هو كده، أنت مش شايف الوضع ده هيكون مرده على الناس دي هيكون عامل ازاي، او هيكون الصورة اللي واصله لهم عن والديهم عاملة ازاي بعد كده؟ المفترض ان الناس اللي هتعمل خير تحاول بقدر الامكان بلاش تشوهوا صورة الناس قدام عيالهم وقدام قرايبهم وقدام الناس اللي ليهم، بسبب ان في ضائقة مالية مثلا بتعدي عليهم، او بسبب ان ظروفهم وحشة. ودايما لو هتعمل الخير ممكن انت تظهر وانت بتعمل الخير عادي، في كتير من البرامج اللي هي بيظهر فيها صاحبها وهو بيعمل الخير، ومش بيظهر الشخص او بيعمل عليه علامة على وشه او كده، وده ما فيهاش اي مشكلة. يبقى انت هنا اديت، وصلت رسالة، وكمان ما اضرتش بالضيف اللي انت هتطلعه، تستغله أسوأ استغلال، بحيث ان انت تقول ان الشركة الفلانية بتخدم الناس، والشركة الفلانية بتوزع حلويات، والشركة العلانية بتدي الناس فلوس، والقناة الفلانية بتساعد المحتاجين، وشركة فلان الخيرية بتوزع كراتين رمضان على الناس. والناس يعني صورتهم لا تسر عدو ولا حبيب، وكمان بيظهروا هم بيخبوا وشهم. ما انت شايف، انت وانت بتصور شايف ان الناس بتخبي وشها، فخلاص استحي، استحي على دمك كده، وبلاش تنزل الصورة دي، وبلاش تشيرها، ويكون عندنا ذوق كده، عندنا ذوق وعندنا اخلاقيات في الشهر الكريم ده.
عموما يعني دي رسالة بسيطة يمكن الناس تنتفع بيها، خاصة يعني الناس اللي بتقدم برامج والناس اللي هي بتعمل شغل على السوشيال ميديا، تحطه في الحسبان بتاعها ورمضان كريم علينا وعليكم، وربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.